طبعا اكيد كلكم شفتوا موضوع كنزي مدبولي، ربنا يتم شفاها على خير يا رب. انا بس عايزه اقول حاجه، ان انا لسه شايفه بوست البنت كاتبه بتقول ان كنزي بتقول ان الدكتوره دي حاولت تقنعها كتير بالفيلر في مناخيرها، وقعدت تكلمها كتير عن ان ده هيفرق معاها والكلام ده. بس لا، المفروض هي عندها شخصيه، وان هي يعني ما تقتنعش، ولو هي مش عايزه تعمل حاجه ما تعملهاش. الدكتوره ملهاش يعني ذنب ان هي اقتنعت وعملتها. فانا عايزه اقول لا يا جماعه، ان في دكاتره كتير جدا الا من رحم ربي بيستخدم الاسلوب ده جدا، وتفضل تكرهك في شكلك، وتفضل تحسسك انك انت محتاجه حاجات كتير جدا، وتفضل تقولك لا ده هيفرق معاكي وده وده وده، وهتقعد تقنع فيكي كتير اول الصبح عشان تعملي الحاجه دي. وده حصل معايا انا شخصيا من سنتين. انا عندي تجربه سيئه جدا مع الحنه، مع الاكسجين اللي بيكون في الحنه. انا عندي حساسيه من حاجات عموما يعني. بمجرد ما برسم رسمه، الرسمه كلها بتترسم بالحبوب. تمام. انا رحت من سنتين لدكتور الجلديه، كنت محتاجه اعمل تقشير لايديا لان ايدي دايما بتبقى اسمر من وشي، طبعا بسبب عوامل الشمس والسواقه والحاجات دي. فرحت الدكتوره، قعدت تقنعني كتير قوي ان انا محتاجه حقنه اسمها مش عارفه حقنه عنبر تقريبا، وقد ايه انا هبقى محتاجه الحقنه دي، وانها هتفرق معايا جدا في بشرتي وهتعمل لي نضاره ومعرفش ايه. فانا عشان عندي تجربه اصلا سيئه جدا جدا مع الحنه، عشان انا رسمت كذا مره حنه لان ما بتعلمش من اخطائي على طول كده. فعندي تجربه سيئه جدا، فانا قعدت اقنع الدكتوره، هي تقنعني وانا اقنعها ان انا عندي حساسيه من حاجات كتير، وان انا مش اي حاجه هحطها هتنفع معايا. فقلت لها طب بصي خلاص، عشان يعني نجيب اخر الموضوع، فقلت لها خلاص انا عايزه اعمل بس تقشير ايديا ده، ولو طلع كويس اوعدك ان انا هاجي اعمل حقنه العنبر دي. وده بعد، عايزه اقول لكم، بعد كلام كتير ما بيننا رايح جاي، وقد ايه الحقنه دي مهمه، يعني اقنعتني بيها جدا، يعني لدرجه ان انا حسيت اللي هو يلا هنحطها. بس انا قلت لا، عشان انا عندي مشاكل اصلا فبلاش. فقالت لي يعني انا كده انت جيتي يعتبر على الفاضي، ده انا هو كريم من الصيدليه تقريبا كان اسمه ميلاديب، كريم تقشير، فحطيتهولي على ايديا وقالت لي مش عارفه بعد كام ساعه كده اغسله. انا عايزه اقول لكم، انا هحط لكم صوره ايدي، ده كان شكل ايديا. ده كان شكل ايديا بعد كريم التقشير اللي هو من الصيدليه عادي، يعني انا رحت للدكتوره تحطهولي بس على ايدي مش اكتر. ف... يعني مش اي حاجه فعلا الواحد لازم يقتنع بيها. ولو واحد فعلا مش عايز يعمل حاجه او مش عايز يخاطر في حاجه ما يخاطرش. بس اللي انا بقوله ان يعني كنزي عندها حق، في دكاتره بتستخدم الاسلوب ده جدا، انا كمان نفسي اقتنعت، وكنت ممكن احطها عادي جدا لو انا ما كنتش اعرف ان انا عندي مشاكل كتير حساسيه. يعني انا اصلا لو ما كانش ليا تجارب سيئه مع حاجات تانية، تمام، انا عارفه ان الحقنه مش بشرط يكون تعملي حساسيه، بس انا عارفه ان ممكن يبقى ليها اثار جانبيه وتظهر عليا على طول لان انا عندي مشاكل. تمام. فانا عندي خلفيه ودرايه بالموضوع. لكن لو انا ما كانش عندي الخلفيه دي كنت اقتنعت بكلام الدكتور عادي جدا. والحمد لله، وفعلا الدكتوره طلعت يعني حد محترم، يعني انا برضو مش هقول ان هي حد وحش، لا هي حد محترم. في الاخر تبعت معايا وقعدت تقولي لا استخدمي كذا وحطي كذا وبتاع عشان اخف بسرعه يعني، وخدي دواء حساسيه. بس انا كنت برضو عارفه علاجي، لان انا استخدمت تقريبا نفس العلاج اللي كنت بحطه ساعه الحنه، اللي هو اسمه تاكساكورت. انا عارفه ان في ناس كتير ضده جدا، بس هو ده اللي كان بيجيب معايا نتيجه يعني، وكنت بستخدمه باستشاره طبيب يعني. ف... فبس هو ده اللي كنت عايزه اقوله، ان مش اي حاجه تصدقوها، ومش اي حاجه تحطوها، ومش اي حاجه تقتنعوا بيها، حتى لو كان دكتور وليه اسمه معروف وحد كويس وكل حاجه. لا، نسال دكتور واثنين وثلاثه لو حاجه ليها يعني اختبار حساسيه، او ليها حاجه ان احنا نعرف بيها الحاجه دي تمشي معانا ولا لا نعملها. ولو ملهاش واحنا لينا حاجات او تجارب سيئة في حاجة تانية، بلاش برضو نعملها، نتجنب. يعني بجد والله مفيش افضل من خلقة ربنا، الحمد لله، يعني الحمد لله مفيش افضل من ده. والفلاتر ما خلتش، يعني الواحد برضو لما بيبقى عنده كام حباية كده بيداريهم بالفلتر عادي جدا وربنا يشفي يا رب كنزي ويعافيها يا رب ان شاء الله.